بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا طبعا في موسم البلح. عندنا بيبقى موجود البلح السماني اللي هو البلح الأحمر ده، أو مش الأحمر، الأصفر ده. حلو جدا لما نيجي نعمله مربى. عندي هنا 2 كيلو بلح سماني، هحط عليهم الثلاث سفنديات دول. بيبقى طعم قوي بالسفندي. بالطريقة دي احنا متعودين بنعمله كده على طول. امي الله يرحمها كانت بتعمله كده على طول. عندي البلح ده هغسله كويس واقشره واطلع منه النقوة واقطعه. وحوزينه بعد كده اشوفه بعد كده ال2 كيلو هيصفوا معايا على كام. طلعوا ال2 كيلو صفوا على كيلو و50 جرام. البلح انا بقطعه هنا انصاص كده. كل بلحية 4 تربع. لو البلحية كبيرة شوية بقطعها على 5 انصاص كده. الطريقة دي حلوة، انا بحبها كده، اسهل وبتبقى حلوة قوي لما بتتحط في السندوتشات. عندي الكيلو 50 جرام ده هياخدوا معايا كيلو سكر. ببيته بقى، بحطه عليه على البلح كده. وبقطع عليه كمان استفندي وبحطه في الحلة وببيته في السكر. من غير ولا مية ولا اي حاجة. بسيبه كده. البلح عندي هينزل ميته وهيعمل لي مية كتير من غير ولا نقطة مية احطها. بقشر السفندي وقلب السفندي برضو بطلع منه النوى بتاع البذر قصدي. وبحطه مع البلح. على فكرة بيبقى طعمه روعة، ولما بتيجي تطلعيه من المربى دي وتاكليه بيبقى طعمه حلو. البلح لما يكون لسه بشاير بيبقى المية بتاعته بتبقى لونها احمر كده وجميلة. ده دليل ان البلحية نفسها حلوة، لكن للأسف البلح اللي انا كنت جايباه ده كانت البلحية بتاعته مش قد كده. فالمية بتاعته طلعت بيضة، مش محمرة. لان لما ببيت السكر على البلح بينزل مية لونها احمر. مية البلح بيبقى لونها جميل وردي وجميلة كده. لكن للأسف البلحية دي اتخميت فيها وما طلعتش حلو. على العموم مش مشكلة، بولع عليها وبحط للمربى ديت كام فص قرنفل. القرنفل بيديها ريحة حلوة جدا، في ناس بتحب تحط قرفة كمان. بس ما تكتريش، يعني حطي مثلا 10 15 حباية كده. هيدي ريحة وطعم حلو قوي، وكمان لما تطلعيها من المربى وتاكليها بيدي ريحة للنفس حلوة جدا جدا. هسيبها بقى على النار واسيبها تغلي غلوتين 3 كده. وطبعا لما بلاقي اي ريم بيطلع معايا باخده معايا بالمعلقة كده وبشيله. زي ما احنا شايفين ابتدت اهي لونها يحمر. عشان تاخد راحتها في السوى. حبيت احط لها نص كوباية مية. هسيبها بقى كده. مش بغطي على اي مربى. دي ملحوظة، اي مربى وانتي بتيجي تعمليها ما بتغطيش عليها. بتفضل وطول ما هي بتستوي المربى بتبقي كشفاه عليها الغطا، ما بتغطاش. كمان هنا حبيت احط لها شوية مية كمان، حطيت لها نص كوباية مية كمان. بحيث ان هي تعمل لي صوص حلو كده كتير، لان احنا بنحب الصوص بتاع المربى دي. والبلحية كمان بتاعتي تستوي، لان حاسة ان البلح ده نوع مش حلو. فمش بيستوي بسرعة. عندي هنا عصير ليمونتين هحطه عليها، او ممكن عصير ليمونة واحدة كفاية يكفي جدا. انا حطيت هنا عصير ليمونة واحدة بس. وبسيبه بقى يستوي على الهادي، على نار هادية جدا، وكل ما بلاقي ريم على الوش بشيل. في ناس بتحط لها فانيليا، انا ما بحط لهاش فانيليا، هي بستكفي بريحة السفندي. انتي مجرد ما هتعمليها هتشمي ريحة البيت والشقة عندك. ريحة الدنيا كلها ريحتها روعة روعة روعة. مربى دي احنا بنموت فيها، بنحبها جدا احنا وانا وعيالي
وكل اللي دقها قبل كده وشافها عجبته جدا. فجربوها، هي احسن بكتير كمان واطعم من مربى البلح الاحمر. بتبقى طعمة لان البلحية ديت بتبقى مليانة لحم، ولما تستوي تتعمل مربى بتبقى طعمها حلو جدا. بستنى عليها واسيبها على الهادي لغاية لما البلحية اللي عندي تستوي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ووصلتوا معايا لغاية هنا في الفيديو ما تنسونيش في عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ده لو أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، وتعليق منكم يحفزني ويخليني أكمل بإذن الله، وأقول وصفات كتير تكون تعجبكم بإذن الله. كده لقيت المربى لسه برضو ما استوتش والمية اللي فيها بدأت تقل. بحط لها برضو ربع كوباية، يعني كل مادة ما بحط لها حبة مية صغيرين كل لما بلاقي البلحية لسه ما استوتش. للأسف أنا البلح ده اتخدعت فيه جدا، كنت بحسبه ان هو كويس لكن ما كانش كويس خالص. بس الحمد لله طلعت المربى طعمها حلو جدا. هنا ازاي اعرف ان المربى عقدت وخلاص كله استوى والصوص اللي فيها عائد وبقى كويس؟ هنا بحط نقطة كده على طبق، لو ما فرش وعامل معايا النقطة قبت كده لفوق وعملت زي كورة كده قبة، ومش كورة، زي ما تكون قبة كده مش فرشة، يبقى كده عرفت ان خلاص الصوص ده عائد كده. والمربى بدوق البلح اشوفه طبعا البلح استوى ولا لا. بطفي عليها وبسيبها تبرد، ولما تبرد بحطها في برطمانات معقمة. ده كده الكيلو البلح عمل معايا البرطمان ده. زي ما احنا شايفين ادي المربى شكلها زي الفل وجميلة، والريحة والطعم روعة روعة جميلة جدا جدا زي ما احنا شايفينها. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا. وبالستفندي حاولوا حطوا الستفندي وقشر الستفندي والقلب بتاعه والقرنفل. عايزين تحطوا عود قرفة مش مشكلة، هيدي برضو ريحة حلوة وطعم حلو، بس احنا مش بنحبه. يا رب تكون الوصفة دي عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو وأول مرة تزوروا قناتي تشرفوني بالاشتراك في القناة وعمل لايك على الفيديو وعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس للكل. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.